قطر، ذلك البلد الخليجي الصغير يحمل في طياته عبق التراث الممزوج برياح المدنية والرقي، فالقديم والحديث وجهان لعملة واحدة يتداولها السائح العربي خلال زيارته لبلد تحده زرقة البحر من 3 جهات. تحتضن قطر عددا من أفخر الفنادق العالمية المطلة على الخليج العربي، حيث الرمال الذهبية تداعب شواطئها الزرقاء. تضم قطر سلسلة من الفنادق العريقة ذات الفن المعماري الأخاذ، فلكل فندق هويته، وكرم الضيافة وحرارة الترحاب لا يخلوان من أروقة المكان. من يزور قطر عليه التوجه إلى سوق واقف، فهو مرآة التراث في بلد يعيش نهضة عمرانية ويسير على طريق التقدم. إنه الصوت القادم من الماضي يسكن بين جدران المكان ويأخذك في رحلة تراثية بعيدة عن ضوضاء المدينة. لكن قطر لا تخلو من المراكز التجارية الكبيرة التي تحوي آخر الماركات العالمية، بالإضافة إلى أحدث المحال التجارية، كلها تحت سقف واحد تناسب الأسرة العربية التي بمقدورها قضاء يوم ممتع من التسوق. يقولون إن الموسيقى غذاء الروح، ولأنها جزء من الفن أنصحكم بزيارة قرية كاتارا الثقافية. كاتارا هذا الاسم التاريخي القديم الذي عرفت به شبه الجزيرة القطرية، منه استوحيت قصة مكان. وتشتهر قطر أيضا بمتحفها للفن الإسلامي الذي يضم مخطوطات نادرة ومقتنيات فنية يعود تاريخها إلى القرن ال17 وحتى القرن ال19. ولأن قطر تسير على طريق النهضة لتلحق بركب التقدم، فقد كشفت هذه الدولة الخليجية الصغيرة بحجمها الكبيرة بإنجازاتها، كشفت النقاب عن أضخم المشاريع العقارية التي ينتظر الانتهاء منها في 2012. مدينة لوسيل ليست آخر حبة في عنقودها العقاري، ولكنها الأحدث حتى الآن. هي عبارة عن مدينة مستقلة بذاتها تضم كافة المرافق بأرقى وأعلى المستويات، وتطل مباشرة على الخليج العربي. إذا كانت السياحة التقليدية تقتصر على الماء والشمس والخضرة، فإن السياحة في قطر تجمع أيضا سياحة الفكر والثقافة، وتقدم الضيافة الأصيلة للأسرة العربية.